السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعل من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما جديد ومفيد. فعل من التطبيقات في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه ماني باي. التطبيق ده مساحته 44 ميجا، محمله اكتر من 500 الف شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بالعملات الرقمية المشفرة. تقدر من خلال التطبيق ده ان انت تشتري اي عملات رقمية مشفرة، تقدر ان انت تبيع، تقدر ان انت تتداول، تقدر ان انت تحتفظ بالعملات الرقمية بتاعتك المشفرة. العملات الرقمية المشفرة دي زي البيتكوين، زي الايثيريوم، زي الدوش كوين. العملات الرقمية المشفرة دي عاملة زيها زي البورصة كده. بتقدر تشتري النهاردة العملة الرقمية بسعر، وتقدر ان انت تحتفظ بيها، وتقدر تحافظ على فلوسك من التضخم، وتقدر تحقق لك مكاسب كتيرة وكبيرة جدا. تقدر تحقق من وراها ثروات عظيمة جدا في وقت قليل جدا. لان العملات المشفرة دي بتكون يعني بيكون الطلب عليها كتير جدا دلوقتي. وكل الناس بتوع الاقتصاد على مستوى العالم بيقول ان المستقبل للعملات الرقميه المشفره دي، وان اللي اشتراها من بدايه ما طلعت قدر يحقق من وراها مكاسب، وقدر يحقق من وراها ملايين، وبقى مليونيرات بعد ما اشتروها. لان العمله الرقميه زي البيتكوين دي اول ما طلعت كانت بسعر قليل جدا. دلوقتي سعر البيتكوين عدى ال50,000 دولار العمله الرقميه الواحده. طبعا العملات الرقميه المشفره دي بيكون في مئات العملات الرقميه المشفره بتقدر انت تشتريها، وتقدر ان انت تحتفظ بيها على التطبيق، وتقدر ان انت تنقلها من تطبيق لتطبيق او من محفظة لمحفظة. وتقدر ان انت في الوقت الحاجة في وقت ما تكون محتاج فلوس يعني تقدر ان انت تبيعها بسهولة، او تقدر تحولها لأي شخص، واي شخص يحول لك الفلوس بتاعتك. تقدر تشتريها من خلال الفيزا كارد او الماستر كارد، او اي تحويل بنكي من على التطبيق ده. مشكلة التطبيق ده ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة ان بيكون التطبيق باللغة الانجليزية ومفهوش لغة عربية. بالاضافة لان التطبيق تقييمه العام 3 نجوم و6 من 10. وده مش بيكون يعني افضل حاجة في التقييمات، لان دايما التطبيقات اللي بيكون التقييمات بتاعتها اقل من 4 نجوم بتكون تطبيقات عيوبها اكتر من مميزاتها، او بتكون اسعار الاشتراكات فيها غالية شوية عن تطبيقات كتيرة مشابهة ليها. فده تقييمه 3 نجوم و6 من 10. فمن ضمن التطبيقات اللي انا ما برشحش الناس ان هي تحملها. بس كده يعتبر افضل شرح التطبيق بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تكتب لي في كومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بنوه عليه في اخر كل فيديو، علشان اي حد يحمل التطبيق او شاهد الفيديو بعد نزوله فترة طويلة 7 شهور 8 شهور سنة، واكتشف في التطبيق ميزة او عيب يكتب التعليق بتاعه، على اساس ان لو حد غيره دخل على التطبيق يشوف التعليق بتاعه ويعرف ان التطبيق حصل فيه ميزة او عيب. واحنا لما بنلاقي حد كتب تعليق لاي فيديو سواء التعليق ده ايجابي او سلبي بنثبت التعليق بتاعه، على اساس ان اي حد غيره يدخل يخش يشوف يلاقي التعليق بتاعه موجود وجاهز على طول، ويقدر يعرف الميزه او العيب. عشان في ناس دلوقتي بقت اللي هي بتكتب لي تعليقات على فيديوهات نازله بقالها 5 شهور 7 شهور سنة، ويقول لي كان في مميزات انت مش قايلها او كان في عيوب انت مش قايلها. ببساطة لان وقت شرح التطبيق ما كانتش المميزات او العيوب دي كانت موجودة. عشان كده دايما بننوه ان لو حد اكتشف ميزة او عيب يكتبها. اما لو انت مش حابب ان انت تحمل التطبيق، او شفت الفيديو والفيديو ده شايفه ان هو نازل بقاله فترة طويلة، فانت ممكن تكتب لي في تعليقات اي فيديو، او تراسل لي على الفيس او الماسنجر على الاكونت باسمه مراجع برامج، واللي اشرح لي التطبيق ده من اول، وانا اشرح لك التطبيق ازاي بيشتغل ولازمته ايه، وايه مميزاته وايه عيوبه، وازاي تشترك من عليه، وازاي تلغي الاشتراك، وكل حاجة عن التطبيق. وبس كده، شكرا، سلام عليكم.